هو في واحد ممكن يدفع مليون جنيه زيادة عشان وهم لونه أخضر؟ ولا السستينابيلتي فعلا مهمة؟ في السوق دلوقتي اللي مش بيفكر في استدامة بيشتري عقار هيتعبه ومش هيريحه. مش بنتكلم عن زراعة سطح أو شكل للمنظر، بنتكلم عن حاجات بتأثر فعليا في حياتك اليومية. تكاليف الكهرباء واستهلاك المية، تهوية البيت وجودة الهواء، الحاجات اللي مش بتبان في أول يوم بس متعبة جدا في كل يوم بعد كده. في 2024 تكلفة التشغيل في المشروعات اللي بتستخدم أنظمة طاقة ذكية قلت بنسبة 25%، وده في اول سنه بس مقارنه بالمشاريع العاديه. شركات دلوقتي زي سودك وماونتن فيو اورا شغالين دلوقتي على دمج انظمه ذكيه لاداره الطاقه والميه. الوحدات اللي فيها كفاءه طاقه اعلى كانت اسرع في اعاده البيع بنسبه 30%. حتى البنوك بدات تدي تقييم اعلى للمشاريع دي اللي فيها كود استدامه حقيقي مش شكل، مش علشان يسوقوا، علشان المستثمر بدا يسال ويفهم. العقار الذكي هو مش بس اللي بيجيب لك دخل، بس يقلل لك مصاريفك بعدين، وقيمته تعلى كل ما الناس تفهم الفرق. اعمل لي فولو لو عايز تعرف اكتر عن السوق العقاري وازاي تعرف الفرص وتستغلها قبل ناس تانية.